5 فواكه بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. البرتقال من الفاكهة اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز عشان البرتقال مليان بالفيتامينات المهمة للمخ والجسم زي فيتامين سي، وفيتامين سي ليه دور كبير في تحفيز وظائف المخ وزيادة سرعة الحفظ والفهم، وبيساعد في حماية المخ مع التقدم في السن. ويعتبر البرتقال مصدر لعنصر الكالسيوم والبوتاسيوم، فيساعد في الحفاظ على الضغط وصحة القلب. وكمان عايزة أقول لكم من فوائد البرتقال إنه بيساعد في تقوية المناعة ومحاربة الأمراض، عشان البرتقال مليان بالفيتامينات والمركبات المضادة للأكسدة. وممكن ناكل البرتقال كده أو نعمله عصير ونزود عليه معلقة عسل أبيض. وانصحكم بأكل برتقانة واحدة في اليوم، ولو أكتر من كده هيسبب آثار جانبية زي الانتفاخ والمغص والإسهال وارتجاع المريء، عشان البرتقال من الفاكهة الحمضية ومليانة بالألياف. وكمان بيسبب زيادة الصداع لو حد عنده صداع، عشان بيكون في خلل في الإنزيم المسؤول عن تحليل الهستامين في حالات الصداع. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد البرتقال، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. الموز من الفاكهة اللي بتحسن نشاط المخ والوظائف المعرفية، ويعتبر الموز مهم لتحسين الوظائف الإدراكية عشان في الموز فيتامين B6، ويعتبر الموز فيه نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، فيساعد في تحسين عمل خلايا المخ وزيادة القدرة العقلية على التركيز. ومن فوائد فاكهة الموز إنه بيساعد في تسهيل عملية الهضم وعلاج الإمساك، عشان في الموز ألياف مهمة للجسم. ويعتبر الموز مهم في زيادة الطاقة في الجسم، عشان الموز مليان سعرات حرارية وعناصر غذائية. وكمان عايزة أقول لكم إن في الموز فيتامين سي، فيساعد في تقوية المناعة. وانصحكم بأكل موزة أو 2 بالكتير في اليوم، عشان الإفراط في أكل الموز ليه آثار جانبية زي حدوث اضطرابات عصبية وزيادة في الوزن ومشاكل في الأسنان، عشان الموز مليان سكريات. وكمان الإفراط في الموز بيسبب إمساك عشان فيه كمية كبيرة من النشا، وممكن ناكل الموز كده أو نعمله عصير في الخلاط. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الموز، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. التفاح الأخضر يعتبر من الفاكهة المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز، عشان التفاح الأخضر مليان بالفيتامينات زي فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K، وبكده يعتبر التفاح الأخضر أحسن من التفاح الأحمر. ويعتبر بالتفاح الأخضر نسبة عالية من الحديد والبوتاسيوم والبروتين، وبكده التفاح الأخضر بيساعد في الحفاظ على عمل وظائف المخ ويحفز تكوين الخلايا العصبية في المخ، ويساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وانصحكم بأكل تفاحة واحدة في اليوم، وأكتر من كده بيسبب آثار جانبية زي الإسهال وألم في المعدة ومغص وانتفاخ. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد التفاح الأخضر، وأهمها إنه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. الرمان مليان عناصر غذائية مهمة في تقوية الذاكرة والتركيز، وكمان الرمان فيه نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة اللي بتحافظ على عمل الخلايا العصبية في المخ، وبتساعد في سهولة التعلم والإدراك والتركيز وزيادة حركة الدم للمخ. ويعتبر الرمان من الفاكهة المهمة اللي بتساعد في منع تراكم البروتينات المضرة اللي بتسبب الزهايمر. ومن فوائد الرمان إنه بيساعد في تقوية المناعة، عشان الرمان مليان بالفيتامينات المهمة زي فيتامين سي. ويعتبر الرمان بيساعد في الحفاظ على صحة القلب وتحسين الحالة المزاجية، وكمان بيساعد في تنظيم الهرمونات المختلفة في الجسم، ومهم في تقليل الضغط العالي. وانصحكم بأكل 2 كوب من الرمان في اليوم، وبلاش ناكل بذر الرمان. وانصحكم قبل تقطيع الرمان نغسل الرمان كويس عشان نتخلص من أي مواد ضارة موجودة على قشر الرمان. وأكل الرمان بكمية كبيرة بيسبب آثار جانبية زي الإسهال والتهاب الجلد ومغص وانتفاخ وصعوبة في التنفس. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الرمان، وأهمها إنه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. الطماطم من الفاكهة المهمة لتقوية الذاكرة والتركيز، عشان الطماطم فيها مضادات أكسدة بتحمي خلايا المخ من الشيخوخة وتقلل الإصابة بالسكتة الدماغية اللي بتحصل نتيجة ضعف حركة الدم للمخ. وتعتبر الطماطم مليانة بالفيتامينات المهمة للمخ والجسم
زي فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K. ومن فوائد الطماطم إنها بتساعد في تحسين النظر والوقاية من أمراض العيون، وكمان بتساعد في تقليل ضغط الدم العالي، وبتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية عشان الطماطم فيها عنصر البوتاسيوم. وأنصحكم بأكل 1 أو 2 من الطماطم في اليوم، وأكتر من كده الطماطم هتعمل آثار جانبية زي ارتجاع المريء وحرقان في المعدة والطفح الجلدي والانتفاخ والإسهال وأمراض الكلى. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الطماطم وأهمها إنها بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا. وبكده نبقى عرفنا مع بعض 5 فواكه بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله.